خرجت هاجر من المحكمة وهي عمالة تعيط بسبب اللي حصل لوالدتها، عمالة تتوسل للشرطية عشان تسمح لها بس إنها تطمن على والدتها. أرجوكي عايزة أطمن على مامتي، ماما أغمى عليها وهي عندها القلب، وإخواتي صغيرين ومفيش حد يهتم بيهم. هو أنتي فاكرة نفسك طالعة رحلة؟ ده أنتي عاملة كذا بلوة ومحكوم عليكي بالإعدام. ما فكرتيش ليه في أمك وإخواتك قبل ما تعملي البلاوي ديت؟ أنا مظلومة والله ما عملت حاجة، كل ده كده كذب. ده انت مخلصة على واحد وبتجري، استغفر الله العظيم. يلا يا عسكري دخل عربية الترحيلات. جت نبيلة ودي جارة هاجر. ثانية واحدة من فضلك بس يا حضرة الضابط. طنطي نبيلة خلي بالك من ماما، خليكي معاها وخدي بالك من هدى وهالة. ما تقلقيش يا حبيبتي وخلي بالك من نفسك، انا هشوف لك محامي تاني، ما تقلقيش يا هاجر. انا عارفة انك مظلومة يا بنتي، خلي بالك من ماما يا طنطي نبيلة. يلا يا ستي ما تجيبليش لينا الكلام. كلبش البنتين دول سوا، الاتنين محكوم عليهم بالإعدام، والله أعلم ممكن يعملوا إيه. حط العسكري الكلبشات في إيديهم وطلعوا البنتين لعربية الترحيلات. طول الطريق كانت هاجر عمالة تعيط بسبب اللي حصل معاها وبسبب والدتها، لحد ما صرخت سجينة معاهم في عربية الترحيلات. ما تبطلي يا بنتي، صدعتينا من ساعة ما ركبت العربية، نازلة عياط وقواء وقرف. فاتكلمت واحدة تانية. إن كانت يا بنت جاتك القرف بقى اسكتي. حست هاجر بالخوف منهم فسكتت. فضلت العربية ماشية حوالي ساعة، فجأة ظهرت عربية قدامهم، كانت نقل تقيل، ما قدرش عربية الترحيلات إن تتفاداها، اصطدمت بيها والعربية اتقلبت وكل اللي فيها خرجوا لبره. نتيجة الاصطدام اترمت هاجر ويسرى على الرملة لأنهم كانوا الأقرب للباب. أما السجينات والحرس كلهم راحوا، أما هاجر ويسرى أغمى عليهم، وبعد مدة فاقت يسرى. دماغي مش قادرة. فردت عليه هاجر. هو إيه اللي حصل؟ بصت يسرى العربية لا ما لقتش ليها أي أثر ومفيش أي شخص نجي منها. يا ستير يا رب، يا العربية بقت فحمة كده ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كلهم راحوا. احنا لازم نبلغ الشرطة والإسعاف بسرعة. مش عارفة هنلاقي شبكة هنا ولا ايه النظام؟ هو انت زيرو كام بالظبط؟ لا أنا فودافون شبكته كويسة قوي. طب ما تجيبي كده موبايلك أبعت رنة لواحدة حبيبتي. ماشي خدي. ما كملتش هاجر جملتها وهنا افتكرت ان التليفون مش معاها، فضحكت يسري بسخريه. لا نبيهة قوي. لا هو انت ايه، خلصتي على واحد بالغلط ولا من غبائك؟ انا ما خلصتش على حد، انا مظلومة، هما اللي دبسوني عشان ينقذوا نفسيهم. انا مش واحدة عملت اللي انت عملتيه، انا مش واحدة وحشة زيك، انا دكتورة. زي مين يا ماما؟ لا فوقي كده واحترمي نفسك، مش معنى ان احنا في كلبش واحد نبقى صحاب. ومين قالك ان انا عايزة ابقى صاحبتك اصلا؟ انا لازم اوقف اي عربيه معديه وابلغ الشرطه عن الحادثه اللي حصلت دي. فرضت يسرى عليها. وده ليه بقى ان شاء الله؟ هي العربيه سدت عليكي الطريق ومعطلاكي على الوزاره مثلا؟ هو انت غباء يا بت، تبلغي مين؟ احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي. هنمشي نروح فين؟ بيقولوا هنا في منتجع قريب من هنا، بس ايه تحفه، محتاجه اروح اجربه وبالمره اشوف المساج هناك شكله ايه عشان افك جسمي. منتجع ايه دلوقتي؟ هو انت ما عندكيش دم؟ ده انت اللي ما عندكيش مخ، الدكتور قال احنا لازم نمشي قبل ما الشرطه توصل. قصدك ايه؟ قصدك ان احنا نهرب؟ لا طبعا، انا مستحيل اعمل كده. شوفي يا بيضه، انا حظي زفت وعارفاه، بس المره دي تنيل خالص عشان اتكلبشت معاكي. فيا اما بقى انك تمشي معايا من سكات، يا اما هخلي حكم الاعدام يبقى حقيقي عشان اخنقك واخلص من غبائك. هو انت بتتكلمي كده ليه؟ وبعدين نهرب ليه ونعمل زفت تاني ليه ونتعاقب عليها ليه تاني؟ مش بقولك انت غبية، هنتعاقب اكتر من كده. ايه بقولك متكلبشي، هنتعلق في الحبل نفسه. طيب بقولك ايه، اسمك ايه انت؟ انا مش ههرب لاني بريئة. هو اكيد لما ابلغ هيقدروا ان انا ما هربتش واني بلغت. فعلا عندك حق، هيخلوا عم عشماوي يعدمك بحبل ستان عشان ما يعورش رقبتك. اسمعي بقى، انا المهم عندي جدا ان انا اثبت براءتي، اعرف مين بقى اللي دبسني في ام البلوه ديت. والمفروض لو انت بريئة فعلا تحاولي تثبتي براءتك عشان خاطر والدتك اللي كنت بتعيطي عليها من شوية، وعشان اخواتك الصغيرين. هتيجي معايا ونشوف حل للكلبش ده وكل واحدة تشوف طريقها ولا لأ؟ ماشي. طب يلا بينا بسرعة نروح عند اللواء. انت بتقولي ايه؟ ده اللي حصل يا فندم، عربية الترحيلات عملت حادثة على الطريق وانفجرت وكل اللي فيها ماتوا. متأكد ان كل السجينات موجودين؟ بصراحة يا فندم حسب العدد اللي حصل احنا شفناه وعديناه، فاضل 2 مش موجودين ولم يستدل لهم على أي أثر. طب مش هتلاقوهم لأنها حادثة مدبرة، وأكيد اللي دبرها واحدة من البنتين اللي محكوم عليهم دول، أنا متأكد
إن هم اللي مش موجودين. فعلا يا فندم، كل السجينات كانوا لابسين لبس السجن ما عدا هما، وعشان كده عرفنا إن هما مش موجودين. وانت بقى جاي تفرحني بالأخبار ديت؟ اتفضل يا حضرة الضابط، خد أكبر قوة ومشطوا المنطقة كلها. البنتين دول لازم نلاقيهم في أسرع وقت. يلا. في الصحراء في منطقة بعيدة شوية عن مكان الحادثة كانت البنتين قاعدين يجروا بأقصى سرعة. كفاية، أنا مش قادرة خلاص، تعبت. اتحملي شوية، لازم نبعد عن المكان دوت عشان أكيد الشرطة عرفت وزمانهم هيقلبوا علينا الدنيا. طيب هو احنا هنروح فين دلوقتي؟ مش عارفة، بس هو نبعد وخلاص. يلا نطلع على الطريق الناحية التانية، يمكن نلاقي أي مواصلة. استمرت البنتين في إنهم يجروا لحد ما وصلوا على الطريق. شاورت يسر لأكتر من عربية بس مفيش ولا عربية وقفت، وبعد مدة وقفت عربية فغطت يسر الكلبشات بالشال بسرعة. فقال الراجل: أيوة يا أم مير. فردت يسر: رايح اسكندرية؟ فردت هاجر: أنا مش عايزة أروح اسكندرية. مش بكيفك. رايح يا أستاذ؟ لأ، بس ممكن تيجوا معايا وأنا أوصلكم لأقرب موقف ولا محطة وتركبوا الاسكندرية. فردت يسر: ماشي، بس زي ما انتوا شايفين الكنبة اللي ورا معظم عليها حاجتي، فواحدة تركب جنبي وواحدة ورا. فردت هاجر: ماشي. جاتك مشش في ركبك ازاي يا فلحة واحنا متكلبشين سوا؟ نسيت. لا، احنا هنركب احنا الاتنين قدام. وهتعرفوا؟ ايوه، اصل احنا توأم متلاصق ولسه عاملين عملية عشان نتفك، فمتعودين ان احنا لا نلزق في بعض. طيب اركبوا. ركبوا البنتين، وطول الطريق كان الراجل بيبص لهم بنظرات غير مريحة. قال الحلوين رايحين اسكندرية ليه؟ عزا، رايحين نحضر عزا. طب ليه مش لابسين اسود؟ شمتانين في الميت، اصل احنا ما كناش بنطيقه يعني. طيب وليه تروحوا وتضايقوا نفسكم؟ ما تيجوا معايا البيت احسن. فردت هاجر: نيجي معاك البيت ليه؟ نقعد وندرد شوية. اصل انا وحيد. يا حرام، يعني انت ما عندكش اخوات؟ ولا ام ولا اب، كلهم ماتوا. ربنا يرحمهم يا رب. ربنا ياخدك يا بعيدة ويخرب بيت غبائك. هو انت بتقولي حاجة؟ بسأل، قربنا نوصل ولا لأ؟ خلاص قربنا ندخل على الطريق الزراعي. هتيجوا معايا؟ لا، وبقول لك ايه، انا على اخري، فخليك ساكت احسن. وليه مش هتيجي؟ يبقى انزل احسن بقى. طيب انا مش جاي ومش نازل، هتعمل ايه بقى؟ الراجل وقف العربية وطلب منهم انهم ينزلوا. يسرى ما رضيتش تنزل، كانت هاجر لسه هتنزل، فيسرى مسكتها. نزل الراجل واتضايق، هو نزل عشان يخلوهم ينزلوا بالقوة، بس أول ما نزل يسرى قفلت الأبواب واتنقلت لمكانه وهوب وقامت واخدة العربية ومتحركة بيها. حرامية! عربيتي! وقفوا العربية! انت بجد ازاي كده؟ وانت أكتر واحدة غبية شفتها في حياتي، صعبان عليكي قوي يا أختي، أصله يتيم زي، وانت أي حد يتيم بتشوفيه بيصعب عليكي على طول وبتروحي معاه البيت؟ لا طبعا ما كنتش هروح معاه البيت لأنه عيب وما يصحش. اسم الله عليكي نبيهة، عايزة تتبخري عشان ما تاخديش عين يا حبيبتي. طيب ممكن ترجعي عشان تديله العربية؟ أنا استحالة مدي إيدي على حاجة مش بتاعتي، أنا مش حرامية. تقصدي إيه؟ أنا حرامية؟ أنا بس بربيه على محاولات استغلاله لينا، وكمان لازم نبعد في أسرع وقت قبل ما الشرطة تلاقينا وساعتها هنروح كلبوش وش. لا أنا مش هيحصل لي حاجة، أنا بريئة. تصدقي فعلا؟ والله العظيم أنا صدقت إنك بريئة. ما هو استحالة واحدة بغبائك تيجي جنب أي حتى لو نملة. بطلي تقولي عليا غبية، مش كل شوية تقولي الكلمة دي. أنا دكتورة، إنما أنت إيه بقى يا ستي الذكية هانم؟ بلاش فشخرة بقى يا حلوة. أنا فضلت 3 سنين في هندسة كمبيوتر، لولا الظروف كان زماني بقيت مهندسة دلوقتي. ظروف إيه؟ وأقول لك ليه أصلا؟ هو أنت فاكرة نفسك صاحبتي مثلا؟ يا حبيبتي إحنا لولا الكلبشات دي أنا كنت سبتك وشفت حالي لوحدي. الكلبشات ده ما أنا صحيح غبية، مشبك الشعر زي ما جاش في بالي الفكرة ديت. وقفت يسرى العربية وخدت مشبك الشعر بتاعها، فتحت الكلبشات، وهنا اتصدمت هاجر. هو انت متأكدة انك مش سوابق؟ انت انا صبري نفس وخلاص، انا فكيت الكلبشات. غوري بقى لوحدك، ولو عايزة تسلمي نفسك اتفضلي روحي سلمي وانكشحي من وشي. لو سمحتي تكلمي معايا باسلوب افضل من كده. يا ضنايا استغفر الله يا رب، جرحت احساسك. طب انا اسفة، اتفضلي غوري كده. حلو. هاجر كانت لسه هترد عليها بس لاحظت ان في لجنة قريبة. ايه ده في لجنة وكمان فقر، يخرب بيتك، يعني غبية وفقرية. نروح في المستشفى. حمدي بصدمة.
يعني ايه الكلام ده؟ رد عزت اللي هو مدير المستشفى. دي الأخبار اللي وصلتني. عربية الترحيلات عملت حادثة وكل اللي فيها راحوا يا باشا، وما فضلش غير البنت ديت والبنت اللي معاها، وهربوا الاتنين، بس الشرطة بتدور عليهم. البنت دي مش لازم تهرب يا عزت، مش لازم تهرب، لازم الشرطة تلاقيها عشان نخلص منها. احنا داخلين على شغل مهم وشحنة كبيرة هتوصل خلال كام يوم. انا مش عايز بقى قلق يحصل. ما تقلقش يا باشا، الشرطة قلبت الدنيا عليهم، الطرق كلها مرشقة اللجان. مش كفاية، طلع كام راجل من رجالتنا يدوروا عليهم، ولما يلاقوها يخلصوا عليها. وعلى ايه ده كله يا باشا؟ البيت دي غبية هتتمسك بسهولة، ولو الحظ ضرب معاها ومحدش مسكها اكيد هتدور على طريقة تثبت بيها براءتها، وممكن تكشفنا وانا مش ناقص. يلا يا عزت، نفذ اللي قلت لك عليه. حاضر يا باشا. ايه استنى يا عزت، انت قلت ان امها في المستشفى؟ ايوه يا باشا. طيب خلي شوية من رجالتنا يروحوا المستشفى ديت، وشوية يروحوا الشارع بتاعها. اكيد هتروح مكان منهم عشان تطمن على امها واخواتها. اتحرك بسرعة يلا يا عزت، بسرعة. انا عايز النهاردة تقولي يا اما الشرطة مسكتها يا اما تبعت ليا جدتها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. نروح عند يسر وهاجر. يخرب بيت فقرك هنتمسك. نزلت يسر من العربية بسرعة، وهاجر نفس الشيء، بس شافهم الضابط وأمر الجنود إن هم يجروا وراهم. جريت يسر وهاجر كمان بتجري، بس هي مش عارفة هتروح فين، فجريت ووراها الجنود بيجروا. فقال العسكري: اقفي يا مجرمة انت وهي، والا هضرب النار. فردت هاجر: لا بليز ما بلاش تضرب، أنا هقف. وقف على دماغك غراب، وفضل ينقر فيها: اجري يا حيوانة. مسكت يسر ايديها وفضلوا يجروا هما الاتنين، والجنود ماشيين وراهم جري في الطريق الزراعي. مش قادرة، بقولك ايه، ما خلينا نسلم نفسنا وخلاص. اخرسي. شافت يسر ان في تجمع كبير زي خناقة موجودة، وفي عدد كبير من الناس. الحمد لله ما تيسرة، يلا بينا. هنعمل ايه؟ هنفضي الخناقة؟ ايوه يا دكتور، هنصالح ما بينهم. فضلت البنتين يجروا ناحية الخناقة، وهنا دخلوا في وسط الناس، وهي وهاجر اختفوا عن عيون الجنود، ما بقوش شايفينهم خالص. فقال العسكري: اكيد دخلوا الخناقة دي، يلا ندخل. فرد عسكري تاني: لو دخلنا هننضرب، دي خناقة صد طريق. بقول لكم ايه، يلا. بدأت يسر انها تتحرك ما بين الناس وصاحبة هاجر معاها، لحد ما قدرت تخرج من الناحية التانية، وفضلوا يجروا بسرعة لحد ما بعدوا عن الجنود تماما. نروح في دار المسنين اللي في اسكندرية. دخل سامر الدار وهو غضبان، وراح ناحية مكتب مفيدة. اهلا يا باشمهندس سامر، اتفضل. انا مش جاي عشان اتفضل. امال جاي ليه يا ابني؟ انا جاي اسالك فين يسر. يعني ايه يا ابني فين يسر؟ هي حبيبتي زمانهم رحلوها على السجن، ده انا لسه راجعه من القاهره يا دوب من ساعتين، وانت كنت في المحكمه وشفت كل حاجه. يسر هربت. بتقول ايه؟ بقولك هربت. عربيه الترحيلات بتاعتها عملت حادثه وكل الناس فيها ماتوا، ما عدا هي وبنت تانية متكلبشه معاها. الاتنين بيهربوا، واكيد الحادثه دي متدبره. قصدك ايه؟ قصدي واضح ان في حد دبر الحادثه دي عشان الاتنين دول يهربوا، واظن ده تفكير يسر، وهي ملهاش حد يساعدها غيرك. قصدك ان انا اتفقت معاها ودبرنا الحادثه عشان اهربها؟ انت فاكرنا ايه يا ابني، مجرمين؟ لا العفو. شوف يا سامر، انت اتهمت يسر اكتر من مره وظلمتها، وانا سكت عشان خاطر مدام حنان الله يرحمها، وبعدين اتهمتها ان جابت اجالها عشان تاخد المجوهرات بتاعتها، ويسر مستحيل تعمل كده. انا عارفه يسر كويس، مش ممكن تعمل حاجه غلط ولا تقبل على نفسها قرش حرام. ودلوقتي بقى انت جاي تتهمني ان اتفقت معاها عشان نعمل الموال ده كله ونضيع ناس عشان خاطر ان هي تهرب. انا لحد كده يا ابني انا مش هسمح بكده، ده قدر ربنا، واللي حصل ده لعله يساعدها عشان تثبت براءتها. براءتها؟ طب شوف يا مدام مفيدة، انا هصدق اني مالكيش دخل، بس يسرى انا مش هسيبها، ولو كانت جوه بق السبع مش هسيبها، هجيب حق خالتي منها وبلغيها بكده. سلام يا مدام. نروح عند هاجر. خلاص مش قادرة اتحرك خطوة زيادة عن كده، والليل خلاص دخل، عايزة اقعد استريح شوية. هو انت بجد عبيطة؟ هو انت فاكرة نفسك في رحلة؟ احنا في مصيبة، محكوم علينا بالاعدام يا ماما، بيجري ورانا ناس، لازم نخرج من البلد دي في اسرع وقت. طيب هنروح فين طيب؟
ايه هنروح دي؟ ايه اسمها هتروحي فين؟ انا مالي يا ماما بيكي؟ اللي جمعنا الكلبشات وخلاص فكناها. امشي بقى، انت من طريق وانا من طريق، لان طريقنا مختلف يا بيضه. هو انت من ساعه ما شفتيني وانت بتتكلمي معايا كده ليه؟ عماله تغلطي فيا ليه؟ وانا عملت لك ايه بالظبط؟ انا عامله زي ما اكون عدوتك ولا دبستك في الجريمه دي وجبت لك اعدام. شوفي اسمك ايه انت؟ اسمي هاجر. وانتي؟ اسمي يسر. اسمك حلو قوي. تحبي تعرفي مين اللي اختارهولي؟ مين؟ ثواني بس اجيب ربع سوداني ولب اسمر وسوري ونقعد نحكي ونهزر بقى للصبح. انت مجنونه؟ هو ده وقته؟ بصي امشي في طريقك وسيبيني في حالي. هاجر كانت لسه هترد عليها بس سمعت صوت واحد من الاطفال عمال يعيط قدام بيته فقربت منه. رايحه فين؟ ملناش دعوه، تعالي هنا يا بلوى. مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ اصل بابا تعبانه قوي وبابا مش موجود ومش عارف اعمل ايه. مالها ماما؟ بتولد. طب ما فيش حد معاها؟ لا، ابويا راح يجيب الدية بس ما لقاهاش فراح يشوف الدكتور الوحدة بس طلع في اجازة فراح يشوف الدية في البلد اللي جنبينا. ده انت امك وابوك فقر قوي. اسكتي. طيب ما تقلقش انا هدخل اشوف ماما. هو انت دايه؟ معاك حق شبهها فعلا. لا يا حبيبي انا دكتوره، تعال نشوف ماما. تشوفي مين؟ انت كده هتتمسكي. الست باين عليها تعبانه ولازم اشوفها. لو سمحتي تعالي معايا، ممكن احتاج مساعدتك. انا؟ وانا مالي؟ انا هخلع من هنا في ثواني. لو سمحتي يا خالتي التمرجيه ادخلي مع بيتي الدكتوره عشان تشوف امي. تمرجيه؟ انا تمرجيه؟ لا يا حبيبي انا مش بشتغل بعد المغرب، بقفل زي الدكان بالظبط. من فضلك تعالي خلينا نشوف الست. دخلت يسر وهي مش طايقه نفسها خالص. دخلوا لقوا الست في حاله صعبه ومفروض تولد دلوقتي. لازم تولد دلوقتي. ممكن تروحي تسخني شويه ميه؟ انت هتولديها ولا ايه؟ امال عايزاني اسيبها؟ دي ممكن تروح فيها. لازم نساعدها من فضلك ارجوكي بلاش ترفضي. لا ازاي؟ لا لازم اروح اسخن الميه واحضر السبوع كمان. اهو البوليس يجي ياخد حاجه حلوه من السبوع. انا بهاجي معاكي يا خالتي التمرجيه عشان اعرفك مكان الحاجه. دخلت يسر وهي مش طايقه نفسها ومع الطفل وقامت سخنت ميه وبدات هاجر ان هي تساعد الست لحد ما ولدت. وبعد ساعه بسم الله ما شاء الله بنوته زي القمر. الله يبارك لك يا دكتوره، لولاكي كنت ميته دلوقتي. ما تقوليش كده يا مدام، ده واجبي. شكرا ليكي يا ست تمرجيه على تعبك. معلش لما جوزي يوصل هيشوفك بحاجه حلوه. تمرجيه وحاجه حلوه؟ انا ماشيه دلوقتي. اتفتح باب البيت ودخل الراجل وهو بيجيب اخر نفسه. اقعد يا سيد، هات حاجة العيل، انا مش لاقي دكتور ولا دايه. هاخد امك المستشفى تولد هناك. خلاص يا ابويا، عبيت الدكتوره ولدت امي وخالتي التمرجيه ساعدتها. دكتورة ايه وتمرجية ايه؟ دخل الراجل الاوضه لقى هاجر شايله الطفله وجنبها يسر. ايه ده؟ هو انت تعرفهم يا سيد؟ ايوه دول هربانين من البوليس، البلد كلها بتتكلم عنيهم وصورتهم طالعه في التلفزيون. واد يا سيد روح بلغ في النقطه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده في الحلقه الجايه. ايه استنونا ولو سيبنا لاخر الحلقه يا مشترك القناه ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.